صباح الخير، كيفكن؟ اخباركم؟ ان شاء الله يا رب تكونوا مناح. بدي تبل تتبيله الجوانح للشوي. حطيت هون دبس بندوره. هلا بدي اضيف عليهم معلقتين لبن كبار. هي ضفت كبجة لبن ل 3 كيلو جوانح. هيدي التتبيله. كبايه زيت، معلقه بابريكا اللي هي الفليفله الحمراء، معلقة سكر بني، سكر بني مش سكر ابيض، سكر بني. كنت عم بطحن كمون بالخلاط، بس رح ارجع اطحن فيه كمون لهيك ما نظفته. معلقة كزبرة، معلقة فلفل اسود، معلقة كمون، وهي معلقة كمون. وهلا بطحنهم بحطهم فوق اللحمة. هلا بحطها فوق الخليط. هلا بدي ابشر البرتقانة هيك، اخذ القشر منه. هيدا كتير مهم يا جماعة، بشر البرتقان والليمون. هلا رح ابشر البصلة. عندي بصل احمر. هلا رح ابشر الثوم كمان. بحط 3 سنايات ثوم، 3 4 مش مشكلة اللي بدكن اياه، لانه الثوم طيب والبصل طيب. حطوا بصلتين مش مشكلة. اوتش. دايما هيك الثوم معي بتطير. خليني ابشرهم. لسه بعد عندي حبتين. هلا رح ابشر زنجبيل فريش. هلا بدي اعصر الليمون والبرتقان وحط ملح، وهيدا تبلتي لليوم للجوانح. وبحط الجوانح فوقيتهم وبحركهم. هلا بس تضيف الملح، معلقه الفلفله. هلا انا حطيت اللحمه فوق البهارات والسبايسي، وهلا رح حركهم. رح اخلطهم كلياتهم مع بعضهم، وبعد ما اخلطهم بتشوفوا كيف لونهم بشهي. اوكي، هلا صار هيك تتبيلتهم. رح اكيبهم اسيبهم 3 ساعات بالبراد، وبعدين احطهم على الشوي. شوفوا ما احلى منظرهم وطعمتهم بتجنن، يعني الريحة. وهيدا تتبيلتي انا للجوانح وللشوي. جوانح الشوي دايما انا بعتمدها هيدا التتبيلة.